مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنتكلم مع بعض عن ايه الحاجات اللي ممكن تحتاجها في سكن الجامعة، لو انت في سكن تبع الجامعة، او لو انتوا مجموعة من الاصحاب هتأجروا شقة مفروشة وتقعدوا مع بعض، او يعني هتشوفوا ايه المتاح او ايه اللي السكن ده بيوفره ليكم، وايه اللي انتوا هتحتاجوه تجيبوه من بره. وعلى حسب ايه اللي هو بيوفره السكن انتوا هتشوفوا بقى ايه اللي هتحتاجوه وهتضطروا تجيبوه من بره. فانتوا هتكتبوا لستة بالحاجات اللي هتحتاجوها، دي اسهل طريقة. والنهارده مع بعض يعني جهزوا ورقة وقلم واكتبوا معانا كده الليستة اللي بالحاجات اللي هتحتاجوها. اول حاجة معانا هتحتاجوا ادوات للمطبخ، على حسب برضو المكان ايه الحاجات اللي بيوفرها، بس هتحتاجوا مع بعض معاكم حلة صغيرة، وهتحتاجوا الاطباق، وهتحتاجوا الشوك والمعالق والسكين، يعني تكون حاجات صغيرة قوي. هتحتاجوا ادوات للتنظيف، سواء للغسيل او منظفات للحمام او للارضيه او لكل الحاجات دي. تحتاجوا ادوات للتنظيف. ولازم لازم لازم ما تنسوش، حتى لو كان السكن مفروش، ايا كان وضع السكن ايا كان شكله، لازم يكون معاك ملايه وكيس مخده وفوط. دي حاجة أساسية ما ينفعش تعتمد فيها على السكن اللي بيوفره، دي حتى لو المكان مفروش لازم يكونوا معاك الملاية وكيس المخدة والفوط. دي حاجات شخصية ما ينفعش نستخدمها مع بعض خالص نهائي يعني. ايه كمان، طبعا ما تنسوش الحاجات بتاعة الكلية على حسب الكلية بتاعتكم ايه، ما تنسوش الأقلام والكشاكيل والدفاتر وكل الحاجات دي. حاجات الكلية بتاعتكم الأساسية اللي انتوا عارفينها لازم تكونوا مجهزينها ومرتبينها وكاتبينها وحضرتوها. ايه كمان هتحتاجوه، ادوات مطهره للحمام، احنا قلنا على كده. ما تنسوش يكون معاكم مناديل ووايبس وكل الحاجات دي لازم تجيبوها معاكم عشان ما تضطروش تشتروا تاني بعد كده، خاصة ان انتوا هتبقوا في محافظة تانية. يعني المغتربين او اللي بيأجروا وبيروحوا سكن تاني بيروحوا محافظة تانية، فعشان توفروا الضغط اللي هيبقى عليكم يعني. ما تنسوش طبعا الشرابات والشباشب والكيروكس، ولازم يكون معاكم كوتشيات مريحة. لازم يعني ما تعتمدوش على اي حاجه تاني، الكوتشي لازم يكون مريح، يعني خلوا معاكم اكتر من واحد بس تكون حاجات مريحه. ما تنسوش الشباشب عشان الحاجات دي بتتنسي. كتروا في الشرابات لان دي حاجات برضو خاصه في الصيف والعرق، وفي ناس رجليها بتغير ريحه بسرعه فمضطر تغير كتير يعني. فما تنسوش الحاجات دي مهمه جدا. خدوا اللبس، كتروا اللبس معاكم، يعني كتروا اللبس. ولبس للبيت يعني للسكن يكون مناسب للسكن، عشان انتوا هتبقوا كذا بنت مع بعض او كذا ولد مع بعض، فلبس يكون مناسب للمكان ده. ما تنسوش تاخدوا معاكم ستاند للموبايل، تاخدوا مشترك. ما تنسوش الشواحن سواء للموبايل او اللابتوب او الحاجات اللي بتستخدموها، ما تنسوهاش، ضروري جدا جدا المشترك. لان انتوا لو اكتر من، لان انتوا بتبقوا مجموعه في السكن، فلو كذا حد مع بعض هيشحن او هيحط هيشغل جهاز، فانتوا هتحتاجوا مشترك، ده ضروري جدا ما تنسوهوش. للبنات خلي معاكي مرايه صغيره، لان انتوا لو كذا بنت برضو مع بعض ومفيش غير مرايه واحده، فانتوا هتعانوا معاناه الصبح عشان وانتوا نازلين، عشان مفيش غيرها مرايه واحده. فلا، خلي معاكي مرايه برضو احتياطي. المناديل احنا قلناها، خلي معاكي دايما، اكتبي الليسته بالادوات العنايه الشخصيه بتاعتك او منتجات السكين كير بتاعتك اللي انت تستخدميها، يعني حضريها معاكي كلها. منتجات السكين كير بتاعت الشعر وبتاعت البشره كلها جهزيها. ما تنسيش فوط صحيه، ما تنسيش اي مطهر للعنايه الشخصيه. دي حاجات كلها مهمه جدا عشان ما تضطريش تشتريها تاني، فاكتبيهم في لستة وحضريهم معاكي وجهزيهم. كل منتجات الشعر اللي بتستخدميها، الكريمات، الزيوت، مش عارف ايه، كل الحاجات بتاعتك. حاجات البشرة، الغسول والغسول والكريم المرطب والسكراب وكل الحاجات اللي بتستخدميها ما تنسيهاش. ما تنسوش الفرشة والمعجون مهمين جدا. ما تنسوش الحاجات دي كلها يعني، لان ما تضطروش تشتروها تاني. ما تنسوش الطرح، رتبوا الطرح على اللبس كويس، جهزوا الطرح وجهزوا الدبابيس. ما تنسوش المكياج بتاعكم عشان ما تضطروش تشتروا تاني. يعني جهزي المكياج وجهزي الطرح، نسقي الطرح على اللبس اللي هتاخديه. وما تنسوش الدبابيس. للبنات اللي غير محجبات ما تنسوش المكوى والاستشوار والتوك بتاعت الشعر وكل الحاجات دي ما تنسوهاش عشان ما تضطروش تشتروها تاني. دي كلها حاجات مهمة عشان ما تضطروش تشتروها تاني. سواء للولاد او البنات لازم يكون معاكم غطا للتواليت احتياطي، يعني هو الغطا البلاستيك ده.
كلنا عارفينه اكيد، ورخيص جدا يعني. لا يكون معانا احتياطي عشان برضو بيبقى عدد كبير فالدنيا بتتبهدل بسرعه، يعني في السكن بيبقى عدد كبير فالدنيا بتتبهدل بسرعه. طبعا لو سكن تبع الجامعه فبيبقى ليه مواعيد محدده في الدخول وفي الخروج وفي الاكل، فيفضل يكون في سناكس دايما معانا عشان المواعيد، وعشان طبعا الدخول والخروج بوقت والاكل بوقت في سكن الجامعه، فيفضل يكون عندكم سناكس لو انتوا في سكن الجامعه تحديدا، يعني عشان المواعيد والدخول والخروج والكلام ده. طبعا لو انتوا بتاخدوا اي ادويه لازم ترتبوها وتخلوها معاكم. خدوا معاكم مسكنات، اي ادويه مسكنات، خاصه البنات في وقت البريود لو بتحتاج مسكن تجهزوا وتاخدوا معاها. اي مسكنات للصداع برضو لو حد بيعاني من المشكله دي. لو بتاخدوا اي فيتامينز جهزوها معاكم. ايه كمان، يعني اي حاجه بتاخدوها جهزوها معاكم عشان ما تضطروش تشتروها تاني. ولو افتكرت حاجه تانية جديده هضيفها لكم ان شاء الله في فيديو تاني. وخدوا معاكم خافض للحراره كمان عشان لو احتجتوه للطوارئ، وعشان ما تضطروش تشتروا. ودي كل الحاجات اللي انا كنت مجهزاها. لو افتكرت حاجه تانية هضيفها لكم، ولو انتوا عايزين اي حاجه تاني نتكلم عليها اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي رايكم. ولو عجبكم الفيديو ووصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك، لان القناه لسه جديده وباذن الله هتكبر بيكم ومعاكم. شكرا خالص ليكم.